حياكم الله مشاهدينا الكرام، من جديد نرحب بالكابتن واحد نجوم المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله. في البداية كابتن، مش مبروك لكم، مبروك لنا كعرب وكقطريين، ثم مبروك لكم. ما قصرتوا في المباراة، أديتوا واستحقيتوا 3 نقاط. الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء يعني بمجهودات اللاعبين والطاقم التقني. الحمد لله. فاحنا ما نمثل المغرب فقط، فنمثل جميع العرب، وباذن الله ان شاء الله في المباريات المقبله لازم نبقى بنفس الجديه على اساس ان شاء الله نفوز ونأكد التأهل باذن الله. كابتن، دائما العالم تتحدث عن المنتخب المغربي، يملك نجوم، ولكن في مشاركات كأس العالم يكون الموضوع مشاركة شرفية دوري المجموعات من بعد 86 يوم وصلوا تقريبا دور نصف الثمن النهائي. هل راح نشوف في بلد المونديال، البلد العربية قطر، يشوف منتخب عربي أيضا يصل إلى الأدوار هذه؟ اكيد، يعني تقريبا جميع اللاعبين اللي موجودين في المنتخب المغربي فهم لاعبين يعني كبار، على غرار ان تقريبا الجل يعني يمارسون في الدوريات الكبرى، لكن تقريبا كل اللاعبين يعني في جميع الدوريات فهم عندهم مستوى كبير، ومستوى يخول لهم انهم يكونون في المنتخب المغربي. والحمد لله، يعني لما لا يعني نكون او نسوي نفس انجاز 86، ولما لا يكون افضل، لانه عندنا جميع المقومات انه نوصل الى ابعد نقطه ممكنه في هذا كاس العالم، خصوصا يعني في ارض حبيبه وشقيقه. فاكيد ان الجماهير راح تكون معنا كما شفنا اليوم. يعني ما شاء الله، اشكرهم من هذا المنبر، يعني جماهير مغربيه وسعوديه وقطريه وتونسيه وجزائريه، يعني كلها مع المنتخب المغربي. ايش حسيت فيه؟ معلش، يوم انك ذكرت هذه الجماهير كابتن، انت يوم دخلت الملعب ايش حسيت فيه؟ شوف، احنا اول ما دخلنا الملعب يعني كانت رهبه، يعني رهبه من جمهورنا، يعني احنا المغاربه، ويعني وجاتنا رهبه من جمهورنا، فما بالك يعني الخصم. يعني اعتقد انه لو كانت هذه الجماهير يعني كل المباريات، فاعتقد يعني صعب جدا انه اي منتخب يفوز علينا. وباذن الله يعني نتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى يوفقنا المباريات المقبله باذن الله. كابتن، يعني اليوم خلنا اسالك، انت جيت تقول الرهبه، لكن انت اليوم داخلك ايش حسيت يوم شفت اليوم السعودي والقطري والتونسي وايضا المصري كلهم قاعدين واقفين في المدرج يهتفون باسم المغرب؟ وسبحان الله، يعني لما تصير او توصل يعني زي هذه المباريات، فان العرب تكون يد واحده، يعني لا يكون فرق ما بين سعودي وعربي وقطري، ويعني كل يكون مع بعض. يعني اعتقد انه حتى كذا يعني نفس الشيء راح يصير للمنتخب السعودي ان شاء الله في المباراه المقبله ان شاء الله. يعني اتمنى من جميع الجماهير تآزروا باش يتأهل، ونفس الشيء المنتخب التونسي باذن الله. ويعني هارد لك المنتخب القطري يكون افضل ان شاء الله، لكن ان شاء الله في الجاي يكون افضل باذن الله. شكرا لك كابتن عبد الرزاق حمد الله، مشكور، مبروك مره ثانيه كابتن. شكرا حبيبي. مشاهدينا الكرام، هذا لقاءنا القصير والمبسط مع النجم الخلوق واحد نجوم المنتخب المغربي الكابتن عبد الرزاق حمد الله. شكرا. شكرا لك خالد مع مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز. Hola mister, muy buenas, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué valoración؟ ما هي قراءتكم الأولى لهذه المباراة؟ القراءة الأولى، أن خسرنا مباراة، هذا شيء يؤلمنا، فكل مباراة في هذه الكأس هي مباريات يجب ربحها. لقد ضيعنا الفوز، قمنا بمباراة جادة وتمكنا من ايقاف مهارات اللاعبين المغاربه، خصوصا على مستوى الاطراف، والاصابه جاءت من ضربه من اليسار، وفقدنا السيطره على المقابله، وبالتالي فإن المغرب استفاد، كان افضل وعرف كيف يتحكم في المباراه. فهذه المباراه كانت جد مقفله وجد وطبعا الإصابة الأولى تشكل فرق في هذه النوع من باقي اللاعبين والمدربين. رجعنا لكم مستمرين مع اللقاءات مع الجمهور المغربي اللي محتفل الليلة الصراحة بعد فوز المنتخب المغربي على البلجيكي.
شباب كيف شفتوا المباراه؟ اول شيء مبروك. الله يبارك فيك. اول حاجه انا شفت المباراه وعلى اعصابي في التليفون صراحه. فهمت انني عملت تراجي كبير عشان باش نجي لهنا. تاخرت في الوصول بزاف، عملت تراجي، عملت اسكال 5 اسكالات تعدل. ما راح تعبك كذا، ما راح على الفاضي. بس دابا راح التعب، مشى كل شيء، نسى كل شيء. والكلمه اللي كان قالنا الركراكي، قالنا الجمهور لازم يقول سير 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 سير. جابت النتيجه والله. سير ها والله ما تروحي ويا ربي وشنو صاري كونوا زين الدراري. الله 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 والله ما تروحي. شوفوا الشعب المغربي، شفتوا المغرب الحمد لله جابوها الحمد لله. المغرب الحمد لله شرف كل العرب. نعم صحيح. شفت الحضور الليله؟ نعم. شفت الحضور ترى مش يعني كان المشجعين المغاربه كانوا موجودين، بس حتى اخواننا العرب كلهم الليله. اقسم بالله انا فلوجر، انا يوتيوبر، انا صورت مع اخوه سعوديين وتونسيين وقطريين وليبيين، ما شاء الله كل شيء فرحان بالجرينتا المغربيه وبالرجوع للمنتخب المغربي. الفوز فوز عربي. المغربي هو الاصل، هو كان سبق للانجازات، وهذا الحمد لله ماشي حاجه صعيبه علينا. هذه ثالث مره يفوز في مباراه كاس العالم المنتخب المغربي. ثالث مره، بس هذه على بلجيكا. بلجيكا حبيبي، هذه بلجيكا. شوف واستنوا المفاجأة، أنا أقول لكم إن شاء الله بإذن الله، استنوا المفاجأة إن شاء الله. حنعمل مونديال وتكون قطر الخير علينا على كل العرب إن شاء الله يا ربي. وهارد لك للمنتخب التونسي إن شاء الله والسعودي إن شاء الله يا رب. لا السعودي بيلعب. التوفيق بعد. أتمنى له التوفيق. شوف الكلمات تخني أنا، عادي أنت الحين خارج ضوءك شوية برجع. يلا سمعونا شي حاجة. يلا هيو مبروك علينا هذه البداية مازال هيو مبروك علينا هذه البداية ومازال هيو مبروك علينا هذه البداية ومازال هيو مبروك علينا. الله أكبر الله أكبر. الله أفضل مع الميكروفون ساعات وساعات حبيبي. مثل ما تشوف ربوح إن شاء الله. خلاص ربحتوا. شكرا لك شباب، قواكم الله. لكن شكرا لك فالح الشمري. حد عنده شيء عن المباراه؟ خالد كلمه واحده بسيطه. المباراه طبعا المغرب والعرب اجمعين، لكن حقيقه اذا في اشاده هناك، في اشاده في الكابتن وليد الركراكي. حقيقه تبديلاته فيها شجاعه كبيره، رغم غياب بونن حراسه المرمى، خروج حكيمي، وتبديلاته كلها هجوميه. يعني دخل عبد الرزاق بدل صبيري ينشط الفاعليه والناحيه الهجوميه، لكن حقيقه لما دخل زكريا ابو خلال وعبد الحميد صبيري، واحد من سمدوريا وواحد من تولوز، عندهم نزعه الهجوميه وعندهم القوه، سجلوا هدفين جميلين، اهلوا او صعدوا او كسبوا 3 نقاط. فنقول حق وليد الركراكي مبروك. وولدن والفريق المغربي عموما لعب مباراة جيدة تنظيميا وفيه توازن بين الدفاع والهجوم، فاستحقوا هذا الفوز الكبير والصريح والعريق على فريق كبير مثل بلجيكا. نعم، ناخذ فاصل ونفتح معاكم ملف مباراة المنتخب الكرواتي والكندي. مباراة بلجيكا بتشكيل مكون من في حراسة المرمى منير المحمدي، في الدفاع نصير مزاري، غانم سايس، نايف أكراد وأشرف حكيمي، في الوسط سليم ملاح، سفيان مرابط، عز الدين أناجي، في الهجوم سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري. فيما تمثل تشكيل بلجيكا في الآتي: حراسة المرمى كورتوا، خط الدفاع توبي يان كاستاني، وسط الملعب مونيه فيستيل ونال كيفن دي بروين، وسط الملعب الهجومي إيدن هازارد وسوماس هاجارد. الهجوم ميتشي باتشاوي. يتساوى منتخب المغرب مع كرواتيا في وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة بكأس العالم 2022 بقطر برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر منتخب بلجيكا الترتيب برصيد 3 نقاط، ويتزلزل منتخب كندا الترتيب بدون رصيد من النقاط.